حطي علبة الزبادي في الدولاب وارتاحي من أكبر مشكلة بتقابلك بالذات في فصل الصيف. فيديو النهاردة مليان أفكار هتعجبك وبإذن الله تطلعي مستفيدة حتى لو بفكرة واحدة إن شاء الله. ياريت نصلي على النبي ونخش على الأفكار بتاعة الفيديو اللي هتعجبك إن شاء الله، وهقولك إزاي إن انتي يعني تسرعي من سوى اللوبيا، وإزاي تحافظي على السلك الألمونيا لأطول فترة ممكنة، وكمان إزاي تلبسي الإنسيال بكل سهولة، وإزاي تحفظي الخضرة لأطول فترة ممكنة. يلا نخش على الفيديو ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة انا دلوقتي لما باجي اعمل اللوبيا واحطها على طول على النار بتاخد فترة طويلة جدا في السوى، فانا هقولك ازاي هي سواء هي او الفول او الترمس بسرعة نسرع من نضجه او من سواه، ان احنا هنحط في المية بتاعت السوى بتاعته، او حتى وانتي بتنقعيها قبلها مثلا بفترة هنحط معلقة خميرة فورية في المية بتاعتها، وبعد كده هنشطفها ونغليها هنلاقيها بسرعة جدا استوت. الفكرة اللي بعد كده، انتي لما بتستخدمي سلك الألمونيا وطبعا يعني يا دوبك استخدمتيه وما تبهدلش قوي وعايزة تستخدميه مرة تانية، لو سبتيه في الهواء طبعا بيصدي، ولكن احلى طريقة ان انتي تحفظيه ان انتي تحطيه في المية كده اهو في برطمان وتقفلي عليه. طبعا الهواء مش هيطوله ومش هيصدي وهيقعد معاكي فترة طويلة جدا وتستخدميه مرة واتنين مفيش اي مشكلة. طبعا لو كلنا لما بنيجي نلبس اكسسوار انسيال او انسيال، حتى لو انسيال ذهب، ساعات بيضايقنا قوي واحنا بنلبسه لوحدنا وبيقعد يفلت من ايدينا، وبتبقى بصراحة يعني حاجة صعبة ان هو يتلبس. فاحنا هنجيب بنسة وهنثبتها في الطرف بتاع الانسيال زي ما انتم شايفين كده، وهنلبسه بكل سهولة. هقول لكم ازاي. هنحط الطرف بتاع الانسيال الناحية التانية كده، وهنمسك البنسة بايدينا وهنحطه في اي بقى فتحة احنا عايزينها، سواء يعني عايزينه واسع او عايزينه ضيق، وهنلبسه بكل سهولة. كمان كلنا بنعاني يا جماعة من برطمان العسل في المطبخ، بالذات في فصل الصيف وظهور النمل. النمل لما بيصدق يلاقي برطمان العسل يبتدي بقى يطلع على البرطمان. هقول لكم ازاي نحافظ ان النمل ما يطلعش، وفي نفس الوقت نحافظ على الرخامة من التلزيق اللي بينزل عليها من العسل. اول حاجة هجيب قطعة من الورق الفويل زي ما انتم شايفين كده او ورق القصدير، وهنلف بيها البرطمان بالشكل ده، بس مش هنلفها قوي، يعني هنسيب يعني هنسيبها مرخية كده زي ما انتم شايفين، خلاص، بحيث لو العسل خلاص انا استخدمته هينزل لجوه ومش هيلزق الرخامة. يعني مش هيطلع على الفويل من بره كده. كمان النمل مش هيقدر ابدا يطلع على ورق الفويل لانه هيتزحلق، وفي نفس الوقت هو اصلا ما بيمشيش على ورق الفويل وما بيحبش. اي يا جماعه حشره ما بتحبش تشوف يعني عاكس ليها في اي حاجه، لانه هيعكسها فهتخاف. تمام. وعايزه اقول لكم كمان فكره حلوه قوي. لو انت دلوقتي عايزه تغرفي الشوربه من الحله ومش عارفه طبعا، وكل شويه يطلع معاكي بصل، فانت هتجيبي الكبشه والمقصوصه وهتحطيها بالشكل ده، هتطلع معاكي من غير اي حاجه صافيه ومن غير اي شوائب. تمام. الفكرة اللي بعد كده اقولك ازاي تحفظي الخضرة لأطول فترة ممكنة. طول عمرنا طبعا يا جماعة الخضرة لو حطيناها في الفريزر بتطلع مش مهما يكن بتطلع برضو مش خضرة، او لو حطيناها في التلاجة. فاحنا هنعمل ايه؟ هنجيب كوباية نملاها مية وهنحط في روع الخضرة زي ما انتوا شايفين كده في الكوباية، وهنجيب برطمان كبير كده زي ما انتوا شايفين، يعني على قد بقى كمية الخضرة. البرطمان ده يشيل كمية خضرة كبيرة على فكرة. تمام. وهنحط بقى الخضرة كده، هنمسكها ونضمها بايدينا، وهنقوم قلبين البرطمان كده هنقفله كويس قوي. طبعا المية هتحافظ على جذور الخضرة وهتقعد فترة طويلة جدا يا جماعة. جربوا الطريقة دي، انا مجرباها. الخضرة طبعا بتدبل بسرعة جدا بالذات في فصل الصيف. تمام. ودي احسن وافضل طريقة ان احنا نحفظ بيها الخضرة، سواء جرجير او بقدونس او كزبرة او شبت. الفكرة اللي بعد كده، لو انت ما عندكيش ماسك وعايزة مثلا تقلي حاجة ومش عارفة تمسكيها بايه، فانت كل اللي هتعمليه هتجيبي معلقتين وهتشبكيهم كده قدام بعض بتوكة،
وهتربطي التوكة حوالين المعلقتين. يعني مثلا ساعات بنبقى في مصيف مثلا او كده ومش اخدين معانا كل حاجة، ومحتاجين مثلا نقلي حاجة، فراخ بانيه، سمك، ونمسك بيها ومش مش لاقيين يعني ماسك. فاحنا هنعمل الطريقة دي حلوة جدا يا جماعة، جربوها ونشكم. عملنا حامل او عملنا ماسك ببلاش، عملنا ماسك للحاجات المقلية ببلاش زي ما انتوا شايفين كده. تمام. الفكرة اللي بعد كده هي ان انتي لما بتيجي مثلا تقلي سمك او حاجة زفرة، يعني بتزفر ريحة البيت كله وبتبقى ريحة المطبخ كريهة من ريحة الشقة. فانتي هتجيبي شوية قهوة على حتة ورق فويل زي ما انتي شايفة، وهتحطي عليهم فحمة. وطبعا هتطلع ريحة يا جماعة هتقضي تماما على اي ريحة يعني زفارة او اي ريحة مش كويسة او ريحة مش مستحبة في المطبخ وفي الشقة. دي احلى يعني يعني واسهل حاجه، ومش هتحتاجي بقى لبخور ومبخره. الفكره اللي بعد كده هي انك هتجيبي فرشه معجون او فرشه اسنان قديمه، وهتلفي عليها سلك الالومنيا زي ما انت شايفه كده كويس قوي. تحاولي ان انت تثبتيه عشان ما يفتش منك. تمام. الحتت اللي بتبقى في قاعدة الحمام، يعني اعزكم والله شايفين كده في حتت بتبقى مصفرة ما بيوصلهاش الفرشة بتاعة الحمام. فطبعا يعني وكمان حتى ايدينا مش بتوصل لجوه. فانا هحط الهاربك زي ما انتوا شايفين كده، اللي هو سائل تنظيف الحمامات او ال- القاعدة بتاعة الحمام. وهبتدي بقى امشي الفرشة كده زي ما انتوا شايفين بتخش في كل الجوانب، وحتى لو فكت منك جيبيها تاني. انا هنا كنت المفروض اثبتها كويس، ثبتها كويس، وابتديت ان انا اخش في كل الجوانب اللي هي اللي مش عارفة اوصلها بايدي زي ما انتوا شايفين كده. خلاص. بجد بجد هتخلي يعني الحمام او قعدة الحمام زي الفل، وزي ما انتوا شايفين بتلمع والصفار راح. وبجد بجد فكرة حلوة قوي، وان شاء الله هتعجبك من اي فرشة. الفكرة بقى الاخيرة واحلى فكرة بقى هي ان انتي هتجيبي علبة زبادي قديم زي ما انتي شايفة، وهتسخني على النار، وهتبتدي تعملي فتحة في الغطا بتاعها شايفة كده. على قد ما تقدري هتعملي فتحات لحد ما تلاقي الشوكة مش راضية تخش، يعني مش راضية تخش جوه البلمام. هنخرم كده كذا فتحة. خلاص. وزي ما انتوا شايفين، وهتبتدي بقى تجيبي المعطر المفضل عندك او معطر الارضيات المفضل عندك. ده يا جماعة معطر اسمه لويال، حلو جدا جدا وسعره مش غالي. وهبتدي انا اكب جوه شوية كده من المعطر زي ما انتوا شايفين. وبعد كده اقفل بقى، وعايزه اقول لك هحطها في كده عملنا فواحه ببلاش، هتحطيها في وسط الهدوم. احنا في الصيف ساعات الهدوم ريحتها بتكمكم، ومهما غسلناها ومهما جبنا واستعملنا مساحيق غاليه الريحه بتكمكم جدا. هنعمله هنحط العلبه دي في الدولاب. بجد كل ما تفتحي الهدوم هتقابلك ريحه حلوه جدا، وهي كمان هتلاقي هتلقط، يعني الهدوم هتلقط من الريحه دي بجد بجد، ومش عمرها ابدا ما هتطير ولا هتروح لفتره طويله ان شاء الله. يا ريت ويا ريت يكون عجبكم الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.